السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم. كيف حالكم؟ إن شاء الله كويسين. ربي يعطيكم الصحة، إن شاء الله تتمتعوا بصحة جيدة يا جماعة يا رب العالمين. فاليوم نتكلم يا جماعة موضوع كتاب بين الأبو الفقير وأبو شنو الغني. فالكتاب روبرت كوساكي قال لكم يا جماعة دائما وأبدا الناس ما بتاخد الفلوس في البنك. يعني معك فلوس يا جماعة ما تم تاخدها في البنك، استثمر الفلوس، استثمر فلوسك. بتم تاخد الفلوس في البنك. انت يعني بالعقل معك فلوس تمشي بتحطها في البنك؟ يعني شوف المنطق يا جماعة. معك فلوس بتحطها في البنك يا جماعة. فهي كل الذين اكتشفوا أسرار المال والحياة الواقعية بصورة جيدة يا جماعة قالوا ما تاخد فلوسك في البنك، كويس؟ استثمر فلوسك في أي كان من الأشياء عشان بس تربح منها. في بعد أن نقول أنا وإنت بنقول لا والله يا أخي أنا عمري مازال صغير، يعني أنا تو في عشرينات مازال صغير، يعني مازال لي عمر طويل ربنا سخر. يعني نقول لك يعني أنا لسه ما حصلت على 30 في عمر 30، كويس؟ فدي خطأ. أنت عمرك في عيشة واحدة، عشرينات مرة واحدة، بنفوت عشرينات خلاص مشيت ثلاثينات أربعينات وأنا ماشي. فإذا الأسرار المال يا جماعة يقول لك استثمر الفلوس بقدر كان وأبدأ مشروعك بعمل لا محدود. فأنت عندك عمل، كويس؟ تمام؟ أنت عندك عمل إنك هتنجح. فما تبي تاخد لي فلوس يا أخي، أنت عندك كمية من الفلوس 10,000 20,000 تخزنها في البنك وأنت قاعد. 10,000 ممكن تفتح لك مشروع، كويس؟ يعني تفتح مشروع صغيرة صح ما بقدر اللي انت عايزه، لكن دائما ابدا من حاجات الصغيرة وتكبر. دائما ابدا